النهارده لما نشوف ان ايران طالعه بتقول ان انا مش هروح لاي مقترح في وقف الحرب، وان انا هكمل في الحرب على امريكا واسرائيل، فده اللي يدل على ان في تضارب في الاخبار من امريكا او من اسرائيل في ان هم يقولوا ان افقدنا 80% او 90% من قدرات الجيش الايراني. لان انا النهارده انا كدوله جيشه كله بيتكون من 100 دبابه مثلا. ال 100 دبابه دول هم اول عن اخر اللي انا بحارب بيهم، فجي النهارده العدو دمر لي منهم مثلا 80 دبابه، فيتبقى معايا 20 دبابه. ال 20 دبابه دول يعقل ان انا اقول ان انا هكمل بيهم وبالعساكر بتوعه والجنود بتاعتي والفتره طويله، وان انا مش هوقف الحرب وان محدش يتدخل ولا ان هو يقترح عليا ان انا اوقف الحرب؟ طب ما طبيعي ان انا هخسر ال 20 زي ما خسرت ال 80 هخسر ال 20، وان خسرت ال 20 اصبح ما فيش حاجه تحمي بلدي، اصبح ان ما فيش حاجه تحمي الحدود، اصبح ان ممكن في اي وقت يحصل اي تدخل بري ويكون التطور والتصعيد في ان تواجد الجيش الامريكي او الاسرائيلي داخل الاراضي الايرانيه هيكون امر سهل. فزي ما شرحت لحضراتكم المثل، انا لو معايا 100 واتضربوا 80 وبقينا 20، طبيعي ان انا هلجأ للحل الدبلوماسي او للمقترحات في ان انا اوقف الحرب، حتى ولو ده هيكون بمثابه ان انا بهدي اللعب شويه، حتى لو انا مش عايز اسيب حقي. خلينا ان انا كدوله هرجع هرد وهجيب حق اغتيال المرشد والكلام ده كله، بس على الاقل هقبل بالمقترحات بوقف الحرب مؤقتا لحد ما استعيد قوتي وقدراتي العسكريه، وارجع من تاني اشوف انا هعمل ايه بقى مع الموقف اللي انا واخده ضد الدول دي. فكون ان ايران تطلع تقول ان هي مكمله في الحرب وان هي بترفض اي مقترحات لوقف الحرب او التصعيد، فده ده اللي يدل على تضارب معلومات في الاخبار، او ان بيقول ان مش الجيش الايراني مش باكمله او بنسبه 80% زي ما بيقولوا ان هو فقد قدراته العسكريه. ده انا تحليلي للمشهد واستنادا للاخبار واللي بيدور واللي بيحصل الفتره الاخيره.